السلام عليكم أحبتنا في كل مكان. الفيديو مالتنا اليوم هو تنبيه وتحذير للاجئين الجدد واللي قديمين في أمريكا وأوروبا، لأن تقريبا الأنظمة مشابهة بهذا الموضوع والقوانين. هذا التحذير والتنبيه ناتج من الحياة اللي عشناها في أمريكا عموما، ومن معايشتنا للاجئين والعمل وياهم، وشفنا قصص صارت بعض الأحيان قصص تنقل على الإعلام، لكن الناس تهولها وتحطها بقالب ثاني، لكن ما تعرف الأسباب. وغالبا ما تكون أسباب هذه الأعمال اللي مثلا يأخذون منهم أطفالهم، يطلعوهم بالسوشيال ميديا، واللي تصير مشاكل بين العائلة، وتوصل إلى مواضيع الشرطة، والشرطة طبعا تبدي تحقق وتوصل إلى نتيجة. احتمال يعني بعض القصص توصل إلى التفكك الأسري وبالقانون. منها راح يكون أخلاقي، ومنها يعني أخلاقي إنه العائلة بيناتهم إنه يتفاجئون بهذا أحد أفراد عائلتهم يسوي هذه الشغلات، ويبدون يعني تبدي المشاكل وياه. ومنها قانوني، اللي هي القانون ياخذ مجراه وتؤدي إلى أذية ذاك الشخص اللي سوى هاي الشغلة. شنو هذا التحذير والتنبيه اللي انت جاي تحكي بيه ودوختنا بيه ونريد نعرفه؟ اخواني، المواقع اللي موجودة على الانترنت الكثيرة، الويب سايتات الكثيرة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. احذروا من هذا الموضوع جدا. شلون نحذر؟ أخي الكريم، أي ويب سايت يجيك لا تفتحه، أي موقع يتم إرساله إلك لا تفتحه، بغض النظر عن مواقع العمل، ويب سايتات العمل. هذني المواضيع اللي ويب سايت البنك، يعني اللي تخص حياتك العامة، هذا بحث آخر. ويب سايتات يعني خلينا نقول علمية، تريد عندك دراسة، ويب سايتات عملية بها يعني فكرة عن عمل تريد تسويه انت، هذني مو مشكلة. لكن اكو مواقع احنا نشوف هنا بهذه الدول انه اكو اشياء عادية، العلاقات بين الولد والبنية والكذا والهذي، تشوفها عادية انت، وتقول احنا في مجتمع متحرر، وتبدي تدخل على مواقع لا أخلاقية على أساس أنه أنت في بلد متحرر وهو مباح بكل شيء. لكن يا صديقي اللاجئ الجديد والقديم اللي قلنا هو ما يقرأ ويكتب وما يعرف هذه الشغلات، أنت صح في بلد يعطي الحرية الشخصية، لكن هاي الحرية الشخصية ما تسمح لك أنه تدخل على مواقع تخص هذا الموضوع، لأن هذه المواقع راح تكون بها أذية عليك أكثر من اللازم. يعني مو كل شيء مباح هنا أنت تدخل له وتبدي تباوع عليه.
اكو مواقع محظورة كثيرة الناس ما تعرف بيها، الدولة ممنوع تدخل على هذه المواقع. انت تشوفها بالشارع عادي، يعني تقول انه هذا الشغلة هاي بالشارع موجودة عادية، رضا وتراضي، زين، وهي موجودة بالانترنت، ليش ما ادخل عليها؟ لا حبيبي لا تدخل عليها، لان اكو مواقع محظورة هي من قبل الدولة، ويب سايتات محظورة من قبل الدولة، بغض النظر اكو يقول لك هكر وما هكر وسكام وكذا، هذني يعني من خلينا نقول من التحذيرات والتنبيهات، لان ذني انت راح تعرفهم انه هذا هكر، هذا يريد يسحب معلومات من موبايلك، هذا ذني متداولة. لكن الما متداول المواقع اللا اخلاقية، المواقع اللا اخلاقية كثير الحكومة ما تسمح بالدخول لها، واذا دخلت لها يسووك تبسي. مو بس تبسي بالقانون، يطلعون منك كبة برغل وكبة حلب ويطلعون من عندك حتى يسوون منك فلافل مشكل. فذني عوفهن. مواضيع المواقع والويب سايتات اللي تخص الشغلات اللا أخلاقية لا تفوت عليها نهائيا، لأن أنت ما تعرف ياهو اللي بيهم هو محظور. الشغلة الأخرى، أكو شباب يجون لهنا جدد، أصدقائهم تركوهم بالبلد المستضيف، تركوهم يعرفوهم من بلدهم القديم، ورأسا أول ما يوصل يبدي يتواصل ويا صاحبه ويقول له شلونك، شلون صحتك، أقول لك أكو راح أدز لك مواقع هاي يمكن موجودة، إذا تقدر تصور لي منها وتدز لي خوش فلوس بيها، ذني خلي ولن. أي واحد من جماعتك القدامى يطلب منك هذا الطلب لا تنفذ الهيا، لأن راح توقع في مشاكل أنت في غنى عنها، وخاصة إذا كان عمرك ب30 وفوق. قلنا من المشاكل الأولى أنه يعني راح قدام عائلتك أنت راح تضعف في نظرهم، إن كنت ولد وإن كنت أب وإن كنت بنت وإن كنت أم. يجون يشوفون هذا اللي وياهم بالبيت انه وضعه بهالصورة هاي، خاصة اذا كان مبدئي ومستقيم، وغلط قاعد سهران وقاعد يقلب وصارت بوجهه الشغلة وعجبته. فهذه من ناحية. الناحية الثانية أطفالكم، لا تعوف الموبايل أو اللابتوب أو الآيباد على طول بإيد ابنك على أساس أنه يتعلق، يعني يلتهي بالألعاب حتى لا يظل يبكي ويظل يعيط ويظل يطلب وتعطيه الموبايل، لأن الطفل ما يعرف، اكو اطفال ما يعرف ويظل يلعب بالموبايل، ولانه فايت لك على بلوى ومدح صغير. الشباب داقين عليك الباب. تفضل حبيبنا انت داخل على فلان مواقع، وتعال حلها. وقلنا إذا كان عمرك من 30 وفوق راح تدخل ب100 قصة. إذا كنت بعدك ما عندك جنسية، هذه راح تسجل عليك لحد ما توصل الجنسية، واحتمال تأخر عليك الجنسية، تعتبر قضية. وإذا أخذت الجنسية
راح تعاقب معاقبة المواطن الأمريكي. فمنعا لهذه الأمور اللي تصير إلك، حافظ يا أخي على نفسك من هذا الموضوع، وبنفس الوقت راقب أطفالك بهذا الموضوع، وامشي بالسليم، وفكر بطريقة انه انت شلون تنجح في هذا البلد وتنمي من قدراتك وتعين نفسك وتعين عائلتك. اتمنى وصلت الفكرة بدقائق ما مطولة، واتمنى استفاديتوا من النصيحة. شكرا جزيلا للجميع.